اذا الانديه ما راحتش للكاس زي ما بيقولوا ورفعت قضيه والاعلى المحاكم الرياضيه وجابت حقوقها، مفيش تشجيع ولا انديه ولا منتخبات. ما تقوليش بقى وطنيه ومش وطنيه وملوخيه، لا لا لا. لما تبقى المنظومه حمراء تبقى مش وطنيه. ده انت كده ده انت بتشجع جماعه ارهابيه كده. انا لو هشجع منتخب مصر النهارده يبقى بشجع جماعه ارهابيه حمراء. وعلى فكره لسه الفضيحه هتبان، مش بس المنتخب اللي خسر امبارح في المغرب، ده بشرة كده عشان القرار اللي طلع ظالم فداهم كده علامه ان في فضايح جايه باذن الله، فضايح كبيره. يعني تخيل لما تبقى مصري ومعجون مصري وبتحب مصر وبتعشق مصر وتكره ان تلاقي المنتخب ده يفوز وعايزه يفشل. ليه عايزه يفشل؟ لانه تبع منظومه حمراء، تبع منظومه بتدير كل شيء وبتظبط كل شيء على مقاس نادي، مش على مقاس المنتخب، على مقاس نادي. فانت كده مش هتشجع المنتخب ده، لان المنتخب ده بيعمل كل شيء مقاس الاهلي. ده انت بتودي لعيبه الدوري كلهم للاهلي وكأن الاهلي ده هو المنتخب. فما تقوليش بقى شجع المنتخب، هو بقى في منتخب عشان نشجع منتخب؟ اذا لعيبه الزمالك كلهم الحلوين خدهم الاهلي وهم اللي في المنتخب، فشجع ازاي انا المنتخب باللعيبه دي اللي عمل فيهم فتنه الاهلي وخدهم عنده؟ هشجعه ازاي؟ هطيق ازاي اشوف زيزو في المنتخب واشجع منتخب؟ منتخب ايه اللي انت عايزني اشجعه؟ ما يخسر المنتخب. دي منظومه حمراء، منظومه حمراء فاشله، وكل الفضايح هتبان زي كل الفضايح اللي فاتت، ولسه نفس المسؤولين هم بعينهم موجودين ومحدش منهم مشي. وخسرنا 3 مرات في كاس العالم، وفضايح عدم صعود لكاس العالم حصلت كتير، وانهاء افريقيا حصل مرتين ورا بعض. فضايح يعني ما بعدها فضايح، ولسه نفس المنظومه هي وبتعمل نفس الاجواء هي وشغاله لمصلحه نادي الاهلي هو. وما تفتكروش لا الاهلي هيعمل حاجه في كاس العالم للانديه ولا المنتخب لو صعد كاس العالم هيعمل حاجه. ليه؟ لان في ظلم. ليه؟ لان في فضايح. ليه؟ لان في فساد ومجاملات وفساء ورشاوي وكل شيء لمصلحه النادي الاهلي. القرار اللي طلع امبارح ده بتاع الاستئناف ده عار في تاريخ الرياضه المصريه، بل هو اثبت ان احنا مش كناش عايشين في مؤامرات، ان احنا كنا عايشين واقع وبنحاول نثبته للاهلاويه ودايما بنتكلم فيه، وهم كانوا بيقول لك لا ده انتوا عايشين جو مؤامره ومش مؤامره ومفيش الكلام ده. طب يا حبيبي ايه رايك دلوقتي؟ مؤامره ولا مش مؤامره؟ لما يطلع قرار زي كده وانت القرار ده اتطبق على كل الانديه قبل كده حرفيا ولحظيا وفي وقتها، حصل معاك انت موقف شبه نفس المواقف بتاعتنا، انسحابات وما اتطبقتش عليك اللائحه وقعدت تماطل وما تماطلش، لان انت والاتحاد والمنظومه واحد. ما انت مش انت بتماطل في مين وبتعترض لمين وبتحافظ حقوق الاهلي منين؟ ده ما فيش حقوق، ده انت بتسرق حقوق الاخرين. ما تقوليش اصل الاهلي بيعمل الاداره ناجحه لا، هي المنظومه كلها اهلاويه، هي المنظومه كلها بتدار لمصلحه الاهلي. لا هي شطاره اداره اهلي ولا هي شطاره محمود الخطيب ولا هي شطاره اي حد، لا هي الاداره بتاع الكره الرياضيه المصريه كلها، المنظومه كلها لمصلحه الاهلي. كل ده شغل بقى ايه؟ ده يتكلم وده يطلع قرار وده يعمل كأن في يعني قال ده اتحاد وده منظومه وده لجنه عقوبات ولجنه استئناف وده الاهلي وده الزمالك. لا هم كل دول واحد، هم كل دول واحد. اللي احنا جبنا اسمائهم كل دول اصلا واحد، كل دول واحد مع الاهلي ضد اي منافس. فما تقوليش ان في كده تنافس وان في كده يعني الواحد مش عارف يقول ايه بصراحه. الواحد خلاص لسانه يعجز عن الكلام. مفيش تنافس، مفيش شرف، مفيش عداله، مفيش تشجيع للمنتخب لغايه لما يكون في عدل، مفيش تشجيع لاي نادي لغايه لما نشوف في عداله حقيقيه وفي منظومه رياضيه محترمه بتحافظ حقوق الانديه. لما نلاقي ده حصل ان شاء الله يعني كده، لما نلاقي ده حصل يبقى وقتها نشجع المنتخب، وقتها نقول ايوه هو المنتخب يستحق نشجعه، لان كده ده منتخب وطني، وان كل اللعيبه دي وطنيه، وان اللعيبه دي في انديتها والرياضه المصريه ماشيه مظبوط وتمام. لما نشوف ان شاء الله ده يحصل نبقى نشجع بقى منتخبات ونشجع انديه. لكن لغايه لما ده يحصل مش هنبطل كلام في فتح كل المسؤولين وفتح كل المنظومه العار. سلام.